مشكلة ناس كتير ان هي مش بتكون عارفة تحدد ان الشعر اللي بيقع في اليوم ده تساقط ولا تساقط عادي، يعني تساقط مرضي ولا تساقط عادي، حاجة محتاجة ان احنا نعالجها ولا لا. وبتبدأ تخاف اول ما تشوف شعراية او اتنين في ايديها او في المشط، وتروح تشتري برودكت او منتجات بتتهافت عليها الناس كلها، وتبدأ بقى يا اما الشعر يزيد معاها في التساقط يا اما ما تجيبش نتيجة وتحط ايديها على خدها. طب ليه؟ امتى نعرف ان الشعر اللي بيقع ده تساقط؟ انا دكتور منصوره العزومي، دكتوره صيدلانيه، اخصائيه تركيبات بشره وشعر وتغذيه علاجيه. تابعوني، يلا بينا. الحقيقه ان احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن مراحل نمو الشعرايه، واتكلمنا على مرحله مهمه جدا هي اول مرحله وثالث مرحله. المرحله الاولى اللي هي كانت اقوى واحسن مرحله في حياه او عمر الشعرايه، ودي طبعا اتكلمنا عنها. المرحله الاخيره وهي المرحله اللي بتبدا الشعرايه تقع فيها او تتساقط فيها، وبيكون في بيبي هير او شعرايه صغيره نيو هير موجوده تحت في البصيله، وصل لها كل الشعيرات او وصل لها كل البلاد فيسلز او التغذيه السليمه اللي تقدر تطلعها لي. بس على حسب حاله الشخص الشعرايه دي هتطلع ولا هتفضل مكانها او نموها هيوقف. هنا بقى نقدر نتكلم ونقول ان التساقط هنا لازم بيتحدد. في ملحوظه مهمه جدا عايزاكم تعرفوها، وهي ال 100 شعرايه وال 50 شعرايه. لو كان التساقط في اليوم من 50 ل 100 شعرايه فده طبيعي. طب لو كان اكتر من كده نبدا بقى نحدد النوع ده ايه بالظبط. اول حاجه من ضمن الحاجات طبعا او الانواع بيبقى كل نوع ليه سبب. النوع الاولاني بيكون سببه طبعا اللي هو بيبقى مؤقت، سببه يكون حاجه ستريس او اي عامل خارجي او اي مؤثر خارجي او حتى روتين غلط في الشعر، مش بنتعامل مع شعرنا بطريقه صح، وفرق كتير في الشعر طبعا، صبغه وفرد وشد وحاجات من هذا القبيل. تاني حاجه ممكن يكون النوع بتاع التساقط وراثي، ده بنسميها اندروجينيك الوبيشيا، يعني بيكون فيه هرمون معين بيزيد مع تقدم العمر وبيبدا يزيد معاه تساقط الشعر. ده كمان بيكون مع تقدم العمر بتلاقي تساقط الشعر عمال بيزيد، ده طبعا بيكون النوع الوراثي، ومفيش اي حاجه ممكن تجيب معاه نتيجه لان الهرمون الاساسي اللي موجود جوه هو اصلا عمال بيزيد. اي حاجه بس سطحيه من بره مش بتاثر على الهرمون، مش بتاثر في الموضوع ده. تالت حاجه ممكن يكون الموضوع هرمونال، يعني حصلت تغيير في بيولوجية الجسم نفسه، ممكن تكون حامل عملت هرمونال تشينج مثلا. تاني حاجه ممكن تكون مونوبوز او في سن اليأس، او اثناء مثلا الدوره الشهريه، او هي بتاخد كيميكال بتاخد كونتراسيبتيف او حبوب منع الحمل. الحاجات دي كلها ممكن تكون عملت تغيير هرموني، فده برضو اثر وعمل تساقط شعر، وساعتها بيكون مؤقت لو ما تلحقش طبعا او شفنا السبب ايه وعالجناه او منعناه. طيب في برضو نوع مهم جدا وهو يعني ده مش بايدينا، ده حاجه ممكن بيكون جهاز المناعه اتجنن على بصيله الشعرايه نفسها وبيقعد يضرب في بصيله الشعرايه، ممكن يعمل الثعلبه اللي احنا بنشوفها، او بقى بيبقى في بصيلات الشعر وبيبدا التساقط يزيد معانا. برضو ما قلتلناش هنحدد العلاج على ايه، او هنحدد المنتجات بتاعتنا ازاي. ما انت خلاص عرفنا ان هنا تساقط او مش تساقط بعدد الشعر. الحقيقه مش العدد بس، احنا قلنا اول حاجه العدد بنحدده، لو كان اكتر من 100 هنا بناخد موقف ونقول ان هنا في تساقط. تاني حاجه معانا المكان نفسه بتاع التساقط، لو كانت حته صغيره بدا يزيد فيها التساقط هنا بنشوف بقى ولا الشعر كله بيتساقط، ولا المنطقه اللي قدام سواء هنا كده عند الرجاله او في الجبهه بين قدام عند الستات، ده بيبقى بيزيد مع تقدم العمر برضو. تالت حاجه قلنا العدد وقلنا المكان. تالت حاجه مهمه جدا وهو الوقت اللي بيقع فيه الشعر، يعني ما تجيليش مثلا محوشه شعر اسبوع كله وتقولي لي هم اكتر من 100 شعرايه، لا احنا بنحدد النهارده وقع قد ايه او الفتره دي وقع قد ايه من الشعر. يعني في ناس بتيجي بكتله حلوه كده ان ده تساقط شعر فعلا. وهنا طبعا في الغالب بيكون المنتجات اللي بتعالج لنا تساقط الشعر معظمها بيكون حاجات يا اما بتوقف التساقط، يا اما معظمها حاجات بتزود البلاد سيركيوليشن او بتزود لنا البلاد فلو لبصيله الشعرايه، زي مثلا عندنا البيبرمنت اويل او زيت النعناع او زيت الجارليك او اللي هو زيت الثوم، او حتى الروزماري. والروزماري اثبتوا فاعليته في ان هو بيساوي المينوكسيديل في فاعليه برضه في موضوع تساقط الشعر. ميزته عن المينوكسيديل ان هو لو وقفتيه مباشرة او وقفتيه مرة واحدة مش بيعمل نفس مشكلة المينوكسيديل ويبدأ الشعر يقع تاني، لا عادي وقفيه عادي مش هيحصل اي مشكلة.
وبرده عندنا منتجات، قلنا طبعا منتجات النعناع والروزماري والبيبرمنت، دول اهم حاجات ممكن تكون روبيفيشنت او حاجات بتزود لنا البلاد سيركيوليشن في المكان وتحافظ لنا على عمر الشعرايه في الاناجين فيز اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. وطبعا لكل نوع شعر نوع زيوت معين احنا بنبدا نختاره في البرودكت او المنتجات بتاعتنا، وهسيب لكم لينك الصفحه تحت في الوصف. طبعا الحاله بيتم التعامل معاها كل حاله على حدها كده لوحدها، بنشوف انواع الزيوت والمرطبات اللي تناسب الحاله، وبنشوف مشكله التساقط ايه وبنبدا نعالجها، مش بس حاجه سطحيه وخلاص. وما ننساش طبعا التحاليل مهمه جدا، نشوف الزنك ونشوف الحديد وفيتامين دي مهمين جدا طبعا، ونركز على التغذيه. وشكرا لكم، اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو الجميل ده.